قبل ما أبدأ الحكاية خلوني أعرفكم بنفسي. أنا اسمي شيماء، شغالة ممرضة في مستشفى، وحياتي كانت ماشية عادي لحد اليوم ده. كنت راجعة من الشغل وأنا داخلة البيت، لقيت جوزي إبراهيم قاعد في الصالة وشكله متضايق. أول ما شافني قال لي كويس إنك جيتي يا حبيبتي، كنت عايزك تنزلي تشوفي دلال مرات عماد، عاملة دوشة ومشاكل من الصبح. بصيت له قلت له بهدوء: معلش يا إبراهيم، خلينا في المهم، أنا عايزاك في موضوع كبير جدا. جالي شغل في السعودية والمرتب كويس قوي، أحسن بكتير من اللي باخده هنا. ساعتها وشه اتغير وقال لي بصوت فيه حزن: يعني إيه هتسافري يا شيماء؟ طب وأنا عايش إزاي من غيرك؟ أنت عارفة إني مقدرش أبعد عنك. قلت له وأنا بحاول أهون عليه: يا حبيبي، هسافر سنة واحدة بس، نقدر نجمع فيهم فلوس كويسة ونشتري شقة بعيدة عن بيت العيلة اللي أنا مش مرتاحة فيه. أنت عارف كويس أنا مش حابة أعيش هنا خالص. مسك إيدي وقال لي: حقك عليا يا حبيبتي، والله لو معايا كنت جبتلك أحسن شقة في الدنيا. وحضنته وقلت له: عيب عليك ما تقولش كده، أنت كل اللي ليا في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا إبراهيم. وبعد ما فضفض معاه قال لي فجأة: طب قوليلي بقى، مالها دلال عاملة مشاكل ليه؟ ضحكت وقلت له: ما انت عارف، من يوم ما عماد اتجوز عليها وهي قلبة البيت خناق ليل ونهار. هشوفها وانصحها يمكن تفوق. نزلت وفتحت لي الباب جارتنا صفاء، وكانت رابطة دماغها بطرحة شكلها مش طبيعي. قلت لها: يا خبر أبيض، ايه اللي حصل؟ انتي كويسة؟ ردت وهي متغاظة: يا أختي كويسة، بس دلال الله لا يسامحها، عملت فيا مصيبة، مش عارفة أقولك عملت فيا ايه. ولما خرجت دلال من جوه وقالت لي بصوت ناعم: كويس إنك جيتي يا شيماء، تعالي معايا وادخلي اعملي لنا كوبايتين شاي. قلت لها: حاضر حاضر يا دلال. دخلت المطبخ وأنا بفكر إيه اللي بيخلي واحدة تهدم بيتها بإيديها. قعدت معاها وقلت لها بكل صراحة: يا دلال، حاولي تهدي شوية، الأسلوب اللي بتتعاملي بيه عماد ده هو السبب إنه اتجوز عليا. انتي مش مدركة إنه الجواز التاني كأنه بيقولك إنك بقيتي ملكيش فيش لازمة في حياته؟ حاولي تكسبينه، حسسيه إنه راجل وليه قيمة وهيبة، هو مش هيفضل جنبك لو فضلتي كده. وبصيت لها بجدية وقلت: أنا مسافرة قريب ومفيش حد من بعدي، وجوزي هيفضل لوحده، خلي بالك من نفسك ومن بيتك قبل ما تلاقي نفسك في نفس مكاني بس من غير أي فرصة جديدة. معقول بجد يا شيماء؟ يعني انتي ناوية تسافري وتسيبي جوزك وبيتك وتمشي؟ يا دلال ما تقلقيش، إبراهيم مش زي عماد، ده راجل جد وبيحبني، وبعدين دي سنة واحدة وهرجع. أنا كنت قاعدة مع عماد ليل ونهار وبرضه اتجوز عليا، انتي بقى لما تبعدي الله أعلم. المهم يا دلال، أنا طالعة على شقتي دلوقتي، خدي بالك من نفسك ومن عماد وحاولي تتغيري معاه شوية. وسبتها وطلعت على شقتي، جهزت ورقي كله وسافرت من غير ما أبص ورايا. وبعد فترة لقيت إبراهيم بيتصل بيا وصوته كان متضايق جدا: ازيك يا شيماء؟ بخير والله، مالك؟ عماد أخويا توفى، الدفنة كانت امبارح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه يا إبراهيم، والله لولا إني مسافرة كنت نزلت لك فورا، ربنا يقويك يا حبيبتي. وقبل ما أقدر أواسيه أكتر جت ممرضة ندهت لي: يا شيماء تعالي بسرعة أوضة العمليات. حاضر، معلش يا إبراهيم، هكلمك بعدين. وفي اللحظة دي كان باب شقة إبراهيم بيخبط، فتح الباب لقى صفاء واقفة لابسة فستان أحمر ومعاها صينية أكل. أنا عارفة إنك جعان، فقلت أعمل لك أكلة حلوة بدل ما تفضل تجيب من بره. بجد مش عارف أشكرك إزاي يا صفاء. طب اقفل الباب، أصل دلال ممكن تسمع، وأنا عايزاك في موضوع مهم. إبراهيم قفل الباب وصفاء بصت له وقالت له: من يوم ما عماد مات وأنا مش شايف راجل غيرك، وبصراحة عايزاك تتجوزني. أنا موافق، بس من غير ما شيماء تعرف، ما ينفعش نزعلها. لا هتزعل ولا هتعرف، دي لسه بتبعتلك فلوس كل شهر. وفعلا نزل إبراهيم يجيب المأذون، وصفاء قعدت تكلم نفسها: يخرب بيت الحاجة، لولا خوفي هترمي في الشارع ما كنت بصيتلك. أما أنا فكنت في المستشفى شغالة مركزة، لحد ما الدكتور سامح قال لي: يا شيماء، انتي شغلك ممتاز، وعندي ليكي شغل إضافي، مريضة اسمها مدام هيام محتاجة متابعة في البيت. بجد ده رزق، أنا محتاجة الفلوس جدا. رحت ليها، ست كبيرة وطيبة، فتحت لي الباب وقالت لي: انتي مصرية؟ شكلك مصري من كلامك. أيوة من مصر، وجاية أشتغل هنا. أنا عايشة لوحدي ومليش غير ربنا،
خدي الفلوس دي وخلي بالك مني. الفلوس كتير قوي يا مدام، بس اسألي عليا كل يوم علشان ما موتش لوحدي من غير ما حد يعرف. خرجت من عندها وأنا فرحانة بالفلوس، وكلمت إبراهيم. يا حبيبي جالي شغل جديد والست ادتني مبلغ كبير. طب تمام، حوليهم للصبح، الشقة اللي نفسي فيها هتروح من إيدي. طيب ما تبيع الشقة القديمة وتكمل منها. لا، الجديدة دي هتبقى باسمك انتي، من شقاكي وتعبك. طب وهنعمل ايه؟ ما انتي بتقولي ان الست هيام بتحبك، وفري الإيجار وعيشي معاها. لا يا إبراهيم، مش هينفع. استغلها كده وقفل الخط في وشي. وانا مشيت على بيت مدام هيام وقلت لها انا متخانقه مع صاحب الشقه وبدور على مكان بنفس السعر، تعالي عيشي معايا، انا ماليش حد، مش هينفع كده، كتير قوي. لا مش كتير، ده انا فرحانه انك تبقي معايا. وقعدت اقول لنفسي يا رب انت كريم، بعتلي ونيس في الغربه، بس انا متضايقه، حاسه اني بستغل الست دي. في الوقت ده كانت دلال طالعة على شقة إبراهيم، خبطت وفتحت لها صفاء. عايزة إيه؟ عايزة إبراهيم. خرج إبراهيم وقال خلاص يا دلال خدت الشقة، عايزة إيه تاني؟ شيماء كلمتني وسألتني عن صفاء وأنا ساكتة ومش قلتلها حاجة. إبراهيم قرب منها وقال لها أرجوكي ما تقوليش حاجة لشيماء. أنا موافقة، بس بشرط تتجوزني أنا كمان. لا يا حبيبتي، إحنا ما بنتهددش، وأنا ناوية أكلم شيماء وأقول لها كل حاجة. إبراهيم اتوتر وقال لصفاء بعد ما دلال مشيت أنا عملت كده علشان أمنع دلال تقول أي حاجة، وهطلقها بعدين. طب ليه تتجوزها من الأساس؟ علشان شيماء لو عرفت إني طلقتها مش هتحول لي فلوس وأنا مش هستفيد منها بحاجة. طب خلاص، خلينا نعيش في الشقة دي، مش لازم شقة على النيل. لا، أنا عايز أجيب شقة على النيل وعربية وأفتح مشروع. عندك حق، اعمل اللي انت عايزه. ونزل إبراهيم جاب المأذون واتجوز دلال. وبعد الجواز كانت دلال قاعدة معاه وقالت له مبروك يا هيمة، بس حاسة انك متضايق. أنا مش كنت عايزة أتجوز صفاء من الأساس، بس كنت لوحدي وهي اللي عرضت الجواز. يبقى خلاص، حان الوقت إننا نبدأ من أول وجديد. أنا اتجوزت ست ساعدتها، بس للأسف قلبي مش معاها، ودلال كانت دايما بتزن عليا طلقها. قلت لها الموضوع مش سهل كده يا دلال، أنا كاتب لها مؤخر تقيل قوي، ومش هينفع أطلقها دلوقتي، لازم أستنى لما شيماء تبعتلي الفلوس اللي وعدتني بيها. قالت لي خد دهبي كله، خد كل اللي معايا، بس طلقها. رديت وأنا متماسك، أنا راجل ومش ممكن أبيع دهب مراتي، هستنى الفلوس وبعدين أطلقها. دلال قربت مني وقالت أنا معاك في أي وقت، وأنا حسيت إنها فعلا بتحبني، بس المهم إنها ما تجيبش سيرة الجواز لشيماء. وعدتني وقالت لي مستحيل أخونك يا حبيبي. وفعلا دخلنا جوه وكانت عايزة تسمع كلمتين حلوين مني. في نفس اللحظة كنت أنا واقفة مع دكتور سامح في المستشفى، وسألني مالك يا شيماء، سمعت إنك سبت الشقة، حصل حاجة؟ رديت عليه وأنا بحاول أخبي تعبي. مدام هيام محتاجة حد معاها للعلاج، فقلت أساعدها. قال لي انتي طيبة أوي يا شيواء، مفيش زيك. ابتسمت وقلت له متشكرة، بس جوايا كان نار. كنت ماسكة الموبايل وبتصل بإبراهيم ومش بيرد عليا، وده زود قلقي. سامح حس بيا وسألني في حاجة؟ انتي متوترة؟ قلت له أبدا، بس إبراهيم مش بيرد وأنا قلقانة عليه. فرد وقال ما تقلقيش، هيكون بخير. بس فجأة قال لي كلمة خلتني أتعصب. أنا بصراحة ما بحترمش الراجل اللي يسيب مراته تسافر لوحدها. رديت عليه بعصبية ده مش موضوعك، إبراهيم بيثق فيا ووافق بالعافية على سفري. حاول يعتذر وقال أنا آسف، ما كانش قصدي ضايقك. وساعتها مشيت وسبته ودخلت أوضة التمريض. في الوقت ده صفاء خبطت على شقة دلال، ولما فتحت لها قالت لها بسخرية خير يا صفاء، جاية تحبطي على عريس وعروسة وليه يوم صباحتهم؟ ردت صفاء وقالت شيماء كلمتني وقالت إنها عايزة إبراهيم ضروري، وأنا نزلت أبلغه. إبراهيم طلع من جوه وقال لها هي ليه تتصل بيكي انتي، ما تكونيش انتي اللي كلمتيها.
ردت صفاء وقالت: أخصى عليك، هو أنا ممكن أعمل كده؟ هي كانت بتتصل كتير عليكم وتليفوناتكم مقفولة. قال: خلاص هدخل أكلمها، بس بلاش دوشة. ودخل أوضته، وساعتها صفاء قربت من دلال وقالت لها بتهكم: ما تفرحيش قوي، شوية وهيرميكي زي ما رمى شيماء واتجوزك عليها، نشوف مين فينا اللي هيضحك في الآخر. دلال قالت لها: بعد إذنك هدخل أخد شاور، البيت بيتك، وسابتها في الأوضة. إبراهيم كان بيكلمني في التليفون وقلت له بانفعال: أخصى عليك، كنت فين؟ أنا بتصل بيك من بدري ومفيش رد. قال لي: حقك عليا، كنت نايم وصفاء اللي صحتني، بس عايزة أطلب منك طلب، بلاش تتصلي بأي واحدة فيهم تاني، أنا عايش لوحدي والكلام كتير. قلت له: أنا كنت قلقانة عليك وقلت أطمن. قال لي: أنا تعبان من غيرك، محتاجك جنبي. قلت له: هانت، قريب قوي هاخد أجازة وأنزل أشوفك. قال لي فجأة: بلاش تنزلي، أنا نفسي أعمل مشروع وأجيب عربية. قلت له: طب تعالى زورني 3 شهور واجعة. قال: ما ينفعش، مش هقدر أسيب شغلي. قلت له: أنا قلبي بيتقطع، ربنا يقويك يا حبيبي، وخد بالك من نفسك عشان خاطري. قال لي: وانتي كمان خدي بالك من نفسك يا أغلى مالية. كنت لسه قافلة مع إبراهيم وقلبي مليان تفكير. مشيت على بيت مدام هيام، ولما وصلت لقيتها قاعدة مستنياني، كأنها فعلا كانت مستنياني. قالت لي: بنت حلال والله يا شيماء، كنت هتصل بيكي دلوقتي، أصل المحامي جاي في السكة وعايزاكي ضروري. استغربت وقلت لها: بس معلش يا مدام هيام، حضرتك عايزيني في إيه؟ ومحامي كمان؟ ضحكت وقالت لي: اصبري يا حبيبتي، نص ساعة وهتفهمي كل حاجة. ولسه الكلام في بقه، جرس الباب رن. قامت بسرعة وقالت لي: أكيد ده محامي، قومي افتحي له يا شيماء. قمت وفتحت الباب، ودخل راجل محترم كده في الخمسينات وقال: مساء الخير يا مدام هيام، ناوية تنفذي اللي قلتي عليه؟ ردت عليه بهدوء: خد نفسك الأول يا أستاذ، وشيماء هتعمل لك فنجان قهوة. قالت لي: اعملي له قهوة للمحامي، هو بيحبها مظبوط. قلت لها: من عينيا الاتنين، حاضر. دخلت المطبخ وسمعته بيقول لها: يعني انتي ناوية تكتبي كل فلوسك للبنت دي؟ انتي متأكدة؟ قالت له: أنا ما عنديش حد، والبنت دي ربنا بعتها لي، حنيتها فائت كل الناس، وعايزة أعوضها اللي عملته معايا. قال لها: براحتك، دي فلوسك وانتي حرة فيها. خرجت بالقهوة وقلت له: اتفضل يا أستاذ، عن إذنكم هدخل ارتاح شوية، أنا تعبت قوي النهاردة. قالت لي مدام هيام: خلاص يا حبيبتي ادخلي، بس من النهاردة مفيش شغل تاني، انتي هتكوني معايا وبس. استغربت وقلت لها: مش فاهمة يعني إزاي؟ قالت لي بهدوء غريب: أنا نويت أكتب لك كل أملاكي وفلوسي، بس ده بعد ما توكل على الله. دلوقتي هديكي نفس مرتبك كل شهر، بس تفضلي معايا. سرحت فيها: لا طبعا يا مدام، أنا مش ممكن أوافق على كده. قالت لي وهي عينيها بترتعش: يا بنتي أنا لوحدي، وإنتي والله بقيتي زي بنتي، أنا مرتاحلك قوي، وجودك معايا مريحني، وإنتي أصلا ما بتاخديش مني ولا قرش غير مرتبك، لا أكل ولا شرب ولا حتى خدمة. قلت لها ودموعي على طرف عيني: أسفة يا مدام، أنا ما أقدرش أقبل حاجة بالشكل ده، عن إذنكم. وسبتهم ودخلت الأوضة، والمحامي بصلها وقال لها: واضح جدا إن البنت دي محترمة وعينها مليانة، وهي فعلا بنت أصول. على العموم هعمل لك كل الورق زي ما قلتي، وملكيش دعوة بيها. وبالفعل مدام هيام عملت كل حاجة من ورايا، وكتبت كل فلوسها باسمي. تاني يوم كلمت إبراهيم في التليفون وحكيت له على اللي حصل. كنت متخيلة إنه هيطبطب عليا، ولكن الصدمة كانت كبيرة. قال لي: إيه يا شيماء، أنتِ غبية، إزاي ترفضي عرض زي ده؟ قلت له: يعني أنت شايف إن ده طبيعي تاخد فلوس من واحدة ملناش فيها لا عرق ولا نسب؟ قال لي ببرود: ما هي مالها عرق، ملهاش حد، الفلوس هتروح لمين؟ أنتِ أولى بيهم يا عبيطة. قلت له: أنا قلبي بيتقطع، توديها جمعيات خيرية، توديها في أي حتة، إنما أنا مش هاخد الفلوس دي أبداً. طول عمرك غبية يا شيماء، عاجبك شغلك عند الناس، عاجبك قعدتك بعيدة عن جوزك، بس الفلوس اللي أنا بجيبها يا إبراهيم من تعبي ومن شقاية، ولا يمكن أوافق آخد حاجة مش بتاعتي. قال لي: طب اقفلي التليفون، أنا مش ناقص غباوة أكتر من كده. وقفل السكة في وشي من غير حتى ما يستنى ردي. رحت لقيت مدام هيام قاعدة، سلمت عليها وقلت: مساء الخير، خدتي دواء السكر ولا لسه؟ قالت لي: الحمد لله يا بنتي أخدته. اقعدي، أنا عاوزة أتكلم معاكي شوية. قعدت وقلت لها بهدوء:
لو حضرتك هتتكلمي معايا في نفس الموضوع اللي قلتيه قبل كده، أنا مش عايزة أسمع حاجة خالص لو سمحتي. قالت لي: يا بنتي أنا خلاص كتبت وصية إنك تاخدي كل فلوسي بعد وفاتي، أنا عايزاكي تعيشي مرتاحة ومبسوطة، الفلوس دي هتروح فين؟ خليكي تدي جزء منها صدقة على روحي. عيوني دمعت وقلبي دق. قلت لها: ربنا يديك الصحة وطولة العمر، والله يا مدام هيام أنا بحبك كأنك أمي. وانتي زي أمي بالظبط، ضحكت وقالت لي: وانتي زي بنتي يا حبيبتي. أمي بقى اعملي لنا أكل، أصلي جعانة قوي. قلت لها: من عينيا الاتنين. وقمت دخلت المطبخ وقلبي مشغول على إبراهيم. فضلت أرن عليه بس كان عامل مش سمعني وما بيردش. في الوقت ده كان قاعد مع صفاء، وصفاء قالت له: بجد مش مصدقة، شيماء بتتصل بيك وانت مش عايز ترد. قال لها: بقولك يا صفاء سيبيني في حالي، أنا مشغول ومش عايزة أتكلم معاها. قالت له: إيه يا حبيبي في إيه؟ قول واحكيلي. فحكى لها كل اللي حصل. قالت له: معقولة ست غريبة تكتب لها كل أملاكها؟ لا، دي أكيد بتضحك عليك، دي غبية. باب الهنا اتفتح لها بس رش فقر. اسمعني، لازم تسافر لها بسرعة وتخليها توافق تكتب كل حاجة وانت معاها. قال لها: ازاي يعني؟ دي ممكن تشك اني طمعان. لا مش هينفع. قالت له: يا سيدي كلمها طيب، طيبها بكلمتين وخليها تسيب لك حاجة. وانا فضل اتصل لحد ما اخيرا رد عليا. قال لي: خير يا شيماء، عايزة ايه؟ قلت له: بقولك ايه يا ابراهيم، مدام هيام كتبت لي كل فلوسها واملاكها بس بعد عمر طويل، وانا ما كنت اعرف هي عملت كده من نفسها. قال لي: والله يا سوسو انا مش طمعان في فلوسك، بس نفسي نكبر ونبقى اغنياء. الف مبروك يا حبيبتي. قلت له: طيب هقفل دلوقتي عشان بعمل لها الاكل، وما كنتش حابه تفضل زعلان مني. قال لي: انا عمري ما ازعل منك، ربنا يخليكي ليا. بعد ما قفلنا صفاء بصت له وقالت له: طمني، خلاص خدت كل حاجه؟ ايوه، كل املاكها باسم شيماء، بس مش هتاخد مليم غير اما الست تتوفى. قالت له: ادعي بقى من قلبك انها تتوكل على الله بسرعه، اسمع كلامي وهتعيش في عز. شيماء ممرضه، ولو ودت لها حقن غلط ممكن تروح في ثانيه. وبدات توسوس له وتقول له يعمل ايه، بس ابراهيم بص لها وقال له: انا لا يمكن اعمل كده، شيماء دي حبيبه عمري، انت عايزني اقتلها؟ قالت له: لو مش هتعمل كده طلقها، طلق شيماء حالا. قال لها: طلقها دي ما عملت فيا حاجه،